ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده جينا لكم فيديو جديد بالزحف اللي قلت لكم عليه. زي ما انتم شايفين، طبعا هو مش زاحف غالي يعني او بيتربى او كده، بس هو عامه بيتباع لاكتر من سبب، اهمهم تاكيل التعابين، تاكيل الحيوانات اللي بتاكل لحوم عامه. والزاحف ده بصراحه مش واخد حقه خالص عندنا هنا. الزاحف ده يا جماعه هو ثانيه بس عشان ما تجريش. سحلية دفانه. طيب ايه بقى السحالي الدفانه وايه هي نظامها يعني وليه موجوده معانا؟ طبعًا دي أنا اللي جايبها، واحد صاحبي لقاها عنده وحطها في إزازة وجابها لي. السحلية دي بتتربى في البيت عادي جدًا، زيها زي سحلية أم الحيات، صورتها ظهرت دلوقتي. سحلية أم الحيات في ناس كتير أوي بتحب تربيها، وده بسبب إن هي بتبقى جميلة جدًا في البيت، أكنها بالضبط شبه البغبغان كده. شايفين؟ شايفين الجزمة ده واقف إزاي؟ أكنها بتتربى بالضبط زي العصافير وكده، وخصوصًا إن هي بيبقى حجمها كبير. دي حجمها كبير، بتوصل قصدي حجمها يبقى أكبر من كده بكتير، دي لسه صغيرة طبعًا. تمام؟ حجم الكبيرة بيبقى ضعف دي في السمك بتاعها، والطول مثلا طول جسمها لوحده مش بالديل، طول الجسم بيبقى واخد كف الإيد كده. بتتربى في البيت عادي جدا وبتبقى زيها زي أم الحيات، بس الفكرة إن دي مصرية وسعرها رخيص، فمفيش حد بيعبرها. احنا طبعا عارفين ليه، أي حاجة مصرية أي حاجة سعرها رخيص كل ما محدش بيحبها ولا حد بيحب يلعب معاها. بصوا يا جدعان، ده حاجة جديدة لسه حاططها، ده ريش عقاب تعابين كان عندي. العقاب ده بصراحة كنت بحبه أوي أوي. انت في ايه؟ العقاب ده كنت باحبه أوي، 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 وكان نفسي بصراحة إن هو يكمّل معايا، بس للأسف مات. الكلام ده أنا كنت باعمله قبل ما أصوّر فيديوهات بكتير. زي ما أنتم شايفين، فالسحلية دي بتتربى بكل سهولة في البيت، بتاكل زبادي، بتاكل بياض البيض، بتاكل بيض عامةً، بيض مسلوق، وكمان بتاكل الحشرات زي دود الميل worm والكلام ده كلّه. بتتغذى بشكل أساسي عامةً في الطبيعة بتاعتها على الحشرات، وهي مش سامة ولا فيها أي خطر. بالعكس دي جميلة جدًا، جدًا في التربية. لو حد معهوش فلوس يجيب أم الحيات بيجيب دي، ودي سعرها رخيص، بتبدأ من أول 15 جنيه الحجم اللي هو ده، والحجم الكبير اللي باقول لكم عليه ب25 جنيه، ب30 جنيه، بالكتير أوي ب40 جنيه. بس أنا نصيحة مني لأي حد نِفْسه يربي زاحف في البداية، قبل ما تجيب تعبانة بالصيور هات لك دي، هات لك واحدة من دي كبيرة. عامةً أغلى سعر ليها هيبقى ب40 جنيه، بس حرفيًا هتخلّيك تعشق حاجة اسمها زواحف. إن هي بتاخد على صاحبها أكنها بالضبط شبه الورل وشبه سحلية أم الحياة، بتاخد على صاحبها عادي جدًا، وكمان يعني بتبقى عارفاك وما بتخافش منك وعادي خالص. والغذاء زي ما باقول لكم بتاعها الأساسي الحشرات، دود الميل ورم ده إحنا بنجيبه نربيه ونأكّل بيه الحاجات اللي زي دي. بُصّوا يا جماعة، هي طبعًا واقفة وثابتة كده مع إنها لسه جديدة عشان الدنيا برد، وهي من ذوات الدم البارد فبتحتاج حرارة. طيب إيه اللي أنا محتاجه عشان أربي سحلية دفّانة زي دي؟ أول حاجة طبعًا هي جاية في العلبة دي، تمام، فتحات تهوية وكده. أول حاجة علبة تكون بحجم دي كده، عايزكم بس تشوفوا حجمها جوّه عامل إزاي، تمام، وأدي لها طويل. حاجة تكون نفس دي بس أكبر حاجة بسيطة يستحسن يعني. بتفرش لها الأرضية بتاعتها رمل، يا عم خلاص، خلاص. بتفرش لها الأرضية بتاعتها رمل، وبيبقى في حاجة صغيرة كده معمولة من الفخار، أي طبق صغير خالص محطوط فيه شوية مَيّة بس عشان تشرب منها. وفي حاجة حلوة أوي أنا باحب أعملها، مسقة العصافير، المسقة العادية، السقاية بتاعتهم اللي بتتحط في القفص، باجيبها وباشيل الحتة اللي فوق اللي هي الدايرة دي، والجزء اللي تحت ده باحط فيه زلطة وباحط لها مَيّة فيها بتشرب منها. وأهم حاجة في الوقت اللي إحنا فيه ده، إن إحنا الدنيا دلوقتي تلج، أهم حاجة، أهم حاجة، أهم حاجة التدفئة. لمبة 20 واط أو 30 واط بتشتريها وبتحطها لها في الحوض بتاعها. طبعًا لو أنت هتجيب حوض زي ده، فأنت مش هتعرف تحط لها اللمبة جوّه، فأنت بتحطها هنا كده، يعني تبقى اللمبة الدواية نازلة كده، السلك نازل واللمبة كده، ارتفاع حاجة زي كده مثلًا بتاع. إنما لو أنت عندك حوض كبير مثلًا حوض سمك قديم عندك وعايز تحط فيه دي، أو لو أنت دماغك كويسة يعني وبتحب تهتم بالحاجة اللي عندك وجبت لها حوض سمك مخصوص، فأنت هتحطها في الحوض نفسه من فوق، في زاوية من فوق. والزاوية التانية يعني نفترض مثلًا إن الحرارة بتاعتها هنا، المَيّة تبقى هنا، عشان المَيّة ما تسخنش، تمام. بتفرش لها الأرضية رمل أو نشارة أو أي حاجة عامةً شبههم عشان تعرف تدفن نفسها، إن هي اسمها سحلية دفانة. هاوريكم دلوقتي منظر وهي بتدفن نفسها جوّه. أنا دلوقتي يعني مش متوفر عندي لا رمل ولا نشارة، فهاوريكم اختراع. ثانية واحدة، بصوا يا جدعان، ده تمام، بالكم على فرارش على فلارس على قشر لب من المعلم ده، أنا سميته فلفل عامةً، كان فلفل بياكل الحاجات دي، وده اللي بيتبقى منه، فجمعته أنا وحطيتها لها.
دي شبه الرمل بالضبط بالنسبة لها، تمام، يعني لو حطيناها كده، هي دلوقتي تعتبر في بيئة تعتبر زي شبه صحراوية كده. عايزها تيجي بس أهي يا جماعة، تمام. فبصراحة أنا بانصح أي حد نفسه إن هو يربي زواحف إن هو يبتدي بيها، لأن هي قمر 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 في التربية، وبجد حاجة جميلة جدًا في التربية. وكمان أنت هتعشق حاجة اسمها زواحف، والبيت نفسه عندك لو هم مش بيقرفوا وتعاملوا معاها هيعشقوا حاجة اسمها زواحف ويقولوا لك يعني هات كمان منها. الفرق بين الدكر والنتاية فيها يا جماعة إن الدكر بيبقى الوش بتاعه عريض، النتاية بتبقى قليلة، دي نتاية عامةً. فبانصح أي حد تاني إن هو يجيب ده. فيبقى طبعًا هي مش سامة، وكل اللي بيتقال عليها ده إشاعات، لإن هي أي حاجة المصريين بيشوفوها عامةً كتير بيقولوا عليها سامة. زي التعابين لمّا بيشوفوها في الأراضي كتير قالوا عليها إن هي سامة، إن كل التعابين سامة، ملحوظة في تعابين سامة، وفي تعابين قاتلة العضة منها بموتة، زي الكوبرا المصرية كده. فدي أحسن حاجة تربيها، مش سامة، مش مضرة، مش بتعض، وحتى عضتها ما بتعورش، عضتها دي حاجة خفيفة لا تُذكر، ومعظمهم مش بيعضوا عامةً، وبتتربى في البيت مع الأطفال عادي، ما فيش أي خطر عليها من سواء أي حد، عكس تعبان مثلًا أبو السيور، تعبان أبو السيور لو عض طفل صغير هيجيب له سخونية أو صداع، إنما دي حتى لو عضت طفل، راجل كبير، حد ما عندوش مناعة أصلًا، مش هتجيب له أي حاجة، لإن هي لا تمتلك أي سِم. وعمومًا إحنا عندنا هنا في مصر ما فيش سحالي سامة، السحالي اللي زي دي ما فيش منها سامة بكل أنواعها، ما فيش منها سامة، مش موجودة عندنا في مصر سحالي سامة. فأي حد يقول لك السحلية دي سامة وفي عمومًا كلام إحنا عندنا هنا في مصر ما فيش سحالي سامة، السحالي اللي زي دي ما فيش منها سامة بكل أنواعها، ما فيش منها سامة، مش موجودة عندنا في مصر سحالي سامة. فأي حد يقول لك السحلية دي سامة وفي كلام كمان أنا سمعته أنا استغربته بصراحة، بيقول لك لو أذيتها هتشربك مَيّة سخنة يوم القيامة، يعني طب إزاي؟ هو عامةً أنت لو أذيت أي كائن على وجه الأرض أنت يعني هتاخد سيئات وهتتحاسب عليه يوم القيامة، بس ده مش معناه مثلًا إن أنا لو جبتها وربيتها عندي إن أنا كده هاتحاسب عليها، أنا طالما أنا موفّر لها البيئة الكافية وباربيها وباعاملها أحسن معاملة يبقى خلاص. بس كده ده كان فيديو النهارده، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، ويا ريت موضوع اللايك والاشتراك في القناة ده بالذات، لإن في ناس كتير جدًا بتشوف وما بتعملش اشتراكات. بس كده، سلام.